السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سعد المصري، معالج الرفلكسولوجي والشياتسو. النهاردة هنتكلم على مشكلة مهمة جدا جدا، علاج الأمراض أو المشاكل الصحية زي مشاكل الجيوب الأنفية والربو والنزلة الصدرية والحساسية والزكام. الناس اللي بتعاني من كل هذه المشاكل سهلة جدا جدا خالص ازاي ان اتعامل عن طريق الرفلكسولوجي اللي بيمثل الطب الوقائي لكل هذه الامراض. ان انا اعمل ايه؟ بحاول ان انا امسك الصباع دون اللي هو اللي في النص البنصر، واحاول ان انا اعمل له عملية تدليك كده في جوانب هذا الصباع. شايفين حضراتكم بهذه الطريقة من الجانبين، سبحان الله. وبعد كده بنمسك في العقل نفسها، وهو دون لو فكرنا على فكرة بيفكرنا بعملية التسبيح. يعني سبحان الله، كنت قبل كده بتكلم عن الإعجاز العلمي في الصلاة والوضوء من الناحية الطبية، فبنتكلم ان التسبيح في حد ذاته هو علاج. عشان كده الناس دلوقتي ما بقتش تسبح كده سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله واقلب، لا، الموضوع مش كده خالص. بقى الناس كلها عن ايمان ويقين بان الله سبحانه وتعالى هو له الحقية في الذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبحاول أذكر ربنا بكل خشوع، وفي نفس الوقت أنا بعالج نفسي لما بضغط كده، فبقال سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أهو كده سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وأبدأ إن أنا أضغط على كل عقلة من هذه العقل. فشوفوا سبحان الله، العلم اثبت دلوقتي الحديث ان كل هذه الاشياء والتدليك ما بين هذه العقل بتعالج كثير من الامراض، زي ما قلنا الجيوب الانفيه والربو والنزله الشعبيه والصدريه والحساسيه والزكام. نبدا تاني كده اهو، ابدا ان انا اخد جوانبها كلها، الصباع التاني زي ما حضراتكم شايفين بالطريقه دي. حتى وانت بتشتغل كده هتحس ان في تغيرات فسيولوجيه بتحصل، انت بتحس بيها. اوكي، بعد كده امسك الصابع ده، بعد كده الصابع دون، طبعا هي بتعالج مشاكل كتيرة جدا جدا جدا، لكن انا بس مركز في هذه الحلقة على الجيوب الانفية والربو والنزلة الشعبية او النزلة الصدرية والحساسية والزكام. وامسك الصابع دون، بعد كده ده، بعد كده الصابع دون، بعد كده الصابع ده الابهام. بنحاول ان احنا نعملها حوالي 3 مرات في الاسبوع، وان شاء الله تعالى تسعدوا بشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. كان معكم سعد المصري، معالج رفلكسولوجي والشياتسو. للتواصل معي رجاء اتصال على 012 36 90 535 أو عن طريق الإيميل سعد_أستاذ أونلاين @yahoo.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.